ونروح بعد كده للمركز ال 12 مع واحد من أقوى مسلسلات MBC 3، أبطال التايتنز. أنا اتكلمت عن المسلسل ده بشكل سريع في حلقة أقوى 7 مسلسلات عرضت على MBC 3، بس أكتر حاجة مضايقاني في الكرتون بإنهم جايبين روبن بالشكل المهزأ ده روبن بتاع باتمان. هيبة الشخصية ضاعت بالتهييس ده والله. ده أنا شفت مرة كده حلقة سقط روبن من نظري والله، ومش عارف أحترمه تاني. ما أحترمه إزاي بعد المنظر ده؟ حد يفهمني. وصاحبنا هو أبرز شخصية في الفريق ده، ودي غالبا أقواهم، ودي من كوكب تاني، وده نصه آلي ونصه التاني بشري، وتقريبا ده بيعمل مقالب فيهم. هو المسلسل كله تهييس وما فيهوش جد خالص. وفكرة المسلسل عن إن الفريق ده مراهقو التايتنز اجتمعوا علشان يحاربوا قوى الشر والكلام ده. والكرتون جايب شخصيات تانية من بره المسلسل زي ضيوف الشرف كده، بس هما كده مش ضيوف شرف، دول اتهانوا وبقوا مهزئين. بقى ده باتمان اللي كان قالب على رعب في آخر فيلم له، ولا صاحبتنا اللي جنبه ديت؟ ده اللي أعرفهم، الله أعلم مهزئين مين تاني، أكيد ما خلوش حد. بس ده ما يقللش من متعة المسلسل وشعبيته. أي حد مهموم وعايز يضحك يشغل المسلسل ده بس. ولا انتوا ايه رأيكم؟